ابو عدي وين كنت انت بزمانه؟ ليش ما كنت تحكي عليه؟ ليش كنت ساكت؟ ليش كان مخرسك؟ العراق بصايت الله والميليشيات ما دام ذولا موجودين هم جاي يحكمون البلد ومصرين يقولون احنا ما نعطي الحكم، مصرين يتدمر العراق الى دمار وشبابه الى هلاك، والسبب هم ذولا. وذولا كانوا انا تدرين زعلان ليش متأذي؟ هذولا بزمن صدام راح صدام لان يعرفوا انه المهيب الركن صدام حسين. يعني عجيب صدام شلون كان يعرف، فمخليهم مخانيث ما يتنفسون، ما يقدر ينطق حرف. كان رجلا متماسكا ومتحديا. لا اللي كان بالعراق منهم اللي جاي يحكمون، اقصد ما اقصد الشعب العراقي حتى يكون كلامي واضح، ولا اللي كان طالع خارج العراق، اللي خارج العراق خالص من صدام ما كان يتنفس، يخاف مرتعب كان، عرفت شلون؟ فاجوا الان سلمتهم غريبه. فاق الشيخ علي يتحدث عن دور بطولي لصدام حسين بمعرفه الاشخاص وشخصياتهم بطريقه طرحهم السياسي وفكرهم. كانوا تعطي دور بطولي لصدام. لا السحق بالنسبه لصدام عدو. هسه انا ليش احتقر اللي يحكي على صدام؟ شنو السبب؟ اي واحد بهاللحظه اليوم مني ذم صدام لو يحكي عليه احتقره واهينه، ولو يمي ابصق بوجهه اقول له وين كنت انت بزمن ابو عدي؟ ابو عدي وين كنت انت بزمانه؟ ليش ما كنت تحكي عليه؟ ليش كنت ساكت؟ ليش كان مخرسك؟ فالمهيب الركن قد اذاقهم اذل الاهانات. فمو جاي امدحه، هاي حقيقه، كان مخرسهم، مجبنهم، مسكتهم، ما يتنفسون، يخافون. بدأ صدام حسين بالتصعيد والمواجهة، فهم جبناء ولا يستطيعون المواجهة. هذولا يرحون على ولد الخايبه، على اخوه، يقتل اخوه، لو عمه لو ابنه لو ابوه لو هاي، وين بالهور جندي او ضابط. صدام شيء صدام يسحب مواليد، انت تقتل 10 جنود يجيب لك 10,000 بدال، انت تقتل ضابط يدز 10 ضباط بدال. على ذولا ما انت سمعتي اليوم واحد قدر يقتل صدام مثلا، او طه ياسين رمضان او عزة الدوري او طه طارق عزيز؟ ما يقدر. قدرت على ابن الخايبه انه هو مجاهد بالهور ضد اخوه، وهوايه اكو قصص بالعراق ابو قتل ابنه واخو قتل اخوه، هذول الندموا، وانا ما اندم، انا عندي صراع ويا صدام. وما خفي سيكون ادهى واعظم بغياب الرجال الاوفياء المخلصين لامتهم امثال هذا القائد المغوار، وهذا ما قد حذر منه الرئيس الراحل صدام حسين، والقادم ادهى وامر.